طب انت عمرك سمعت عن نيفل بوتر؟ ولا سبب ان النبوءة دي اصلا ثبتت على هاري وبقى هاري هو اللي مقصود بيها، السبب فيه هو فولدمورت نفسه مش اي حد تاني. ده انا هزيدك كمان من الشعر بيه. انت تعرف ان لولا ان فولدمورت راح لهاري كانت النبوءة دي اتحققت على نيفل؟ خلينا كده نسمع الجزء اللي خلى فولدمورت يفكر ان واحد منهم هو اللي هيكون دماره. النبوءة كانت بتقول: The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches, born to those who have thrice defied him, born as the 7th month dies. وهنا انت عندك 3 حاجات مهمة. أول حاجة إن الشخص اللي المفروض إن هو هيقف ضد فولدمورت اتولد في نهاية شهر 7، وده بينطبق على نيفل وعلى هاري. نيفل مولود يوم 30/7 وهاري يوم 31/7، وفي وقت ما النبوءة كانت اتقالت كان بالفعل الاتنين قربوا إن هم يتولدوا. والجزء اللي بعد كده بيقول إن المفروض إن الشخص ده هيجي من عيلة وقفت ضد قوته 3 مرات. أبو وأم نيفل بالفعل حاربوا ضد فولدمورت 3 مرات وقدروا إن هم يهربوا منه بل ويغلبوه، وعلشان كده أمر إن هم يتسجنوا أول ناس. وفي نفس الوقت هاري كانت عيلته اللي هي عيلة بيفرل، وبعد كده العيلة الكبيرة بتاعتهم اللي هي عيلة بوتر، كانت من قواعد الناس اللي كانت ضد السحر الأسود، وبالتالي كانوا على طول ضد فولدمورت، مش محتاجين يبقوا 3 مرات بس. تعالى كده نشوف الكتاب السادس كان بيقول ايه في الجزء ده تحديدا علشان نجاوب السؤال المهم: اشمعنى هاري؟ بص يا سيدي، في الكتاب دامبلدور بيقول he chose the boy he thought most likely to be the danger to him, not a pure blood, but a half-blood like himself. He saw himself in you, Harry. فولدمورت ما كانش عنده علم بوجود هاري اصلا، هو كان من عيله ضده بس ما كانش ليهم اي اهميه. لكن فولدمورت، واتفقنا قبل كده في فيديوهات تانية ان اللي وقعه ان هو وقع في شر اعماله اكتر من مره، كان بيدور على واحد عنده نفس قوته بس بدل ما هو شرير طيب، وده كان ينطبق على مين؟ هاري. عائله لونج بوتوم كلها بيور بلاد، ما فيهاش ولا واحد من العامه، لكن هاري يعتبر محسوب على مواليد العامة لأن هو أمه ساحرة، أبوه ساحر، لكن عيلته كلها كانت بتتجوز من البشر بشكل عادي، فيعتبر هجين زيه. وخلينا ارمي لك مفاجأة هنا، فولدمورت ما كانش بيحب البيور بلادز أو أنقياء الدم، بالعكس كان بيحتقرهم، لكن عارف أهميتهم السياسية والسحرية، وكان مدرك تماما لأن هو واحد منهم إن الناس اللي اتولدت لأب وأم من العامة أو نص من العامة ونص من السحرة زيه برضه هيكون عندهم الرغبة والقوة والجوع إن هم يوصلوا للي هو وصل له. لكن أكيد مش هتصدقني لما أقولك إن سبب الغلطة دي كلها هو سنيب، لأن سنيب ما سمعش النبوءة كلها. خلي بالك وقتها لما كان في المدرسة كان لسه تابع للديث إيترز، فما سمعش الجزء الأخير من النبوءة واللي كان بيقول And the Dark Lord will mark him as his equal، يعني سيد الظلام بإيده هو اللي هيخليه المنافس الوحيد له. فبسبب غلطة عم الحبيب، وبسبب ان اللافندي ده بيطبق نظرية كل يرى بعين عيبه، فالقصة بقى اسمها بدل نيفل لونج بوتوم وحجر الفيلسوف بقت هاري بوتر و7 كتب تانية. ففي النهاية تقدر تقول اللي في دماغك دلوقتي وانا سامعه منك كويس وانت بتتفرج، ان فولدمورت هو اللي بدأ كل حاجة، وهو اللي دمر نفسه بنفسه خطوة خطوة، خلق الشر وخلق الخير اللي دمر شره. والأدهى من كده إن في آخر مرحلة من مراحل المعركة هو اللي استفز نيفل علشان يدمر جزء روحه اللي كان موجود جوه ناجيني. فتخيل ده غلب ده. عرفت بقى ليه أنا سألت